السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله هنعمل معانا التورتاية ديت لأي حد حتى لو مش محترف هيعمل تورتة. وسهلة جدا وتكلفتها طبعا مش هتيجي ربع التكلفة اللي احنا لو اشتريناها من بره. مش أقل من 600 جنيه دي عشان تشتريها من بره. هقولك الصورة دي برضو ما اتكلفتش معايا حاجة خالص، رخيصة جدا. ودي اللي هو قابل للأكل، يعني بتتقطع وتتاكل، شبه اللي بتتعمل في المحلات. خلاص هقولك برضو على الروزيتات بتاعة الشوكولاتة ديّة برضه أنا عملتها إزاي، كل حاجة عنها. بس أنتِ لو أول مرة تتفرجي عليَّ دي قناتي وأنا داليا عبد العزيز. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو قبل ما نبتدي الفيديو، وسبسكرايب للقناة، وتفعلي الجرس يعني علشان يوصلِك كل جديد إحنا بنعمله. خلاص. هنا معانا أول حاجة السبونج بتاع الكيكة، يعني الكيكة بتاعة التورتة. آآ خدت معايا 6 بيضات، نُص كيلو دقيق سبونج جاهز من عند مستلزمات الحلواني، ومعايا كمان هنا نُص كوباية مَيّة وفانيليا، فقط مش أكتر من كده. ضربتهم بمضرب الكهربا لمدة 10 دقايق عشان أنا ما ضربتهمش بالعجان، لو بالعجان 6 دقايق بالكتير أوي يعني. خلاص، وحطيتهم في 2 صاج 30 في 40، يعني خدت الصاج الأولاني اتملى لآخره والصاج التاني نُصّه. الغلطة التانية اللي أنا عملتها إن أنا الصاج اللي هو كان نُص المقدار قعّدته نفس الtime بتاع المقدار الكبير، يعني ده قعد نُص ساعة و5 دقايق، التاني قعّدته نفس الtime وده ما ينفعش. هو كان آخره المفروض ربع ساعة يعني أو تِلت ساعة بالكتير أوي. خلاص. وأنا عاملاه في الفرن اللي هو اللهم صل عليك يا محمد، الفرن الكهربا، مش مولّعة النار اللي فوق، الشواية يعني اللي فوق مش مولّعاها، ما تولّعيهاش. خلاص. علشان السبونج والكيكة تستوي كلّها، عشان ما تستويش من على الوش وفي الآخر من تحت تبقى مش مستوية. بُصّي الطبقة اللي على الوش اتشالت بكل سهولة لإن أنا مغطياها من قبليها بيوم وسايباها. تعالي شوفي الغلطة الجميلة الحلوة اللي أنا عملتها التانية، الكريم شانتيه ده المتحدة. يعني بسم الله ما شاء الله غالي مش رخيص. قوم أنا حطيت إيه، قوم أنا حطيت أكتر من نُص الكيس في التورتاية. خلاص. لأ يا جماعة التورتاية دي تاخد آخرها 3 كوبايات كريم شانتيه، حشو برّه ومن جوّه. لكن أنا طبعًا مش عارفة إيه اللي كانت واخداني الجلالة والّا إيه، مش ما تفهمش كان في إيه. والله كنت شاربة حاجة والّا إيه. المهم أنا كنت عملت ال3 كوبايات وعملت عليهم تاني كمان كريم شانتيه. كل كوباية كريم شانتيه عليها كوباية ونُص المتحدة. تمام. لو أنتِ مش هتستعملي أي حاجة مجهولة الهوية، هتحطي كوباية واحدة وتستني عليها. لكن المتحدة بتاخد كل كوباية كريم شانتيه عليها كوباية ونُص بتاع دوّة مَيّة متلجة أو لبن متلج. أو كمان حاجة تانية، اللهم صل عليك يا محمد، وربع كوباية سكر. خلاص. بس أنا عملت أقل من ربع كوباية سكر لإن أنا هاسقي الكيكاية والكريم شانتيه الاتنين هيبقوا مسكرين، هيبقوا صعب أوي. أيوه بقى لو كنت كمان ما حاطة سكر كتير مع كمية الكريم شانتيه اللي أنا كنت حاطاها دي كلها، يا نهار أسود كنا كلنا سكر قد إيه. المهم خلاص، حطيت عليهم 3 معالق كاكاو خام أسباني من عند مستلزمات الحلواني، ونخلتهم علشان ما يبقوش فيهم أي تكتلات ولا حاجة تطلع في الكريم شانتيه. وعبيت الكريم شانتيه في كيس لباني اللي هو بتاع المطبخ، وبقيت أحط بسم الله ما شاء الله، ده أنتم اللي هتشوفوا هتشتموا عليَّ. المهم حطيت أنا هنا سقيتها، ده الشربات اللي أنا باعمله، كوباية سكر عليه كوبايتين مَيّة، وباسيبه يغلي على النار، وبادّي له نُص عصرة ليمونة في الآخر يعني كده أهوّة، وفي الآخر باطفي عليه يبرد أسقي بيه. خلاص. أنا حطيت هنا بالكيس الحلواني، بتبقى أسهل يعني صراحة في إن أنا أحُط على التورتاية. بس طبعًا بسم الله ما شاء الله أنا سقيت هنا كمان، دي الطبقة اللي في النُص الناشفة يا جماعة، اللي هي خدت وقت أكتر، نفس الوقت بتاع الصينية كلّها. هي طِرِت يعني لمّا أنا حطيتها تاني لحد الصبح وغطيتها، طِرِت شوية، بس برضه ما كانش ينفع إنها تتحط كل الوقت دوّة. خلاص. بُص عمّالة أحُط وأجيب وأحُط، وأجيب وأحُط، مش عارفة باحُط فين. المهم يعني في ناس بتحب الكريم شانتيه على فكرة، ده المُتحدة طعمه كان جميل جدًا يعني مش وِحِش، بس برضه ياما، يعني الكمية اللي أنا حطيتها دي كتيرة صراحة over أوي يعني. خلاص. أنا سقيت هنا الطبقة التالتة أهيّة، وهابدأ أحُط تاني بسم الله ما شاء الله عليَّ، وهابدأ أجلِّس بقى من على الوش. جلّسي بقى، عندِك مسطرة، عندِك السكينة اللي بتقطّعي بيها التُّرَط، عندِك أي حاجة بلاستيكة ممكن تجلّسي بيها. والله أنا كنت جايبة البتاعة اللي هي البلاستيكة اللي إحنا بنجلّسوا بيها ديّة، بس مش عارفة راحت منّي فين. فكان عندي
البتاع اللي انا مجلس بيها دي مش عارفه كانت بتاعت ايه صراحه، هي كانت حاجه اي حاجه قديمه عندي. المهم اي حاجه عندك مسطره قديمه، المسطره اللي هي 30 سم ممكن تقسميها على نصين وتعملي بيها اي حاجه مش هتفرق. واهم حاجه بقى انك كل ما تجلسي تحطيها في الميه وترجعي تاني تعملي بيها، تحطيها في الميه وترجعي تمسحي تجلسي بيها التورتايه، تحطيها في كل ما تعملي كده اهوت كل ما هتتساوى معاكي بسهوله. هي خدت وقت اكتر من كده بس انا جريتها عشان الفيديو ما يطولش عليكم. عامه ان التورتايه دي مش محتاجه تايم كتير انك تجلسي بيها. خلاص جلستها هنا وبعد كده دخلتها التلاجة شويه وبعد كده طلعتها. معلش لا مؤاخذه، الجزء بتاع الجناب بتاع التورته انا ما صورتوش، هقول لك الاول على الصوره وبعد كده اقول لك انا عملت الجناب دي ازاي. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. الصوره ديت انا كنت عاملاها ب 20 جنيه. بسم الله ما شاء الله عليا، دفعت 20 جنيه تاني مواصلات عشان اروح اجيبها. بسم الله فاهم، ذكاء. المهم هي كلها كلفت 20 جنيه. خلاص يعني كان في ال20 في 5 ال20 في 25 انا عملت نص ال20. صراحه ما حبيتش اعمل اكبر من كده بحيث ان انا اعرف اظبط التورتايه من على الوش واعمل فيها شغل، والصوره ما تاخدش الوش من اوله لاخره. في ناس بتحب تكبر، يعني لو هتعمليها 20 في 25 يبقى هتاخد هتتكلف 40 جنيه. لكن دي انا عملت نص المقاس بالظبط، نص ال20 في 25. خلاص بس انا لقيتها حلوه كده وهعرف اشكل التورتيه من حواليها تبقى جميله. بصي بقى انا علمت مكانها بالظهر بتاع الصوره، اخدت العلامات كده علمتها وبعد كده سقطت الصوره، ما حطيتهاش على طول عشان ما تبقاش في اماكن مش متساويه. خلاص بعد كده هنا قعدت اعمل روزيتات بالبتاع اللي انا بعمل بيه دوت. ده انا نسيت اسمه، جالي زهايمر. المهم انا حطيت فيه الكريم شانتيه وبعدين قعدت اعمل روزيتات كده شايفه انت وحوالين الصوره، يعني ايه قعدت اشكلها كده. ده حسب الذوق اللي انت عايزه تعمليه. بصي بقى الروزيتات الصغيره اللي بتاع الشوكولاته دي ده قالب. عندك مش عندك انت اعملي اي قوالب شوكولاته عندك اعمليها. شكلي الشوكولاته باي حاجه. ده كان القالب عندي بتاع الشوكولاته الرفيع ده. وكان عندي اللون الذهبي بتاع الطعام، لون الطعام الذهبي اللي انا بلون بيه ده. بقيت عملت واحده بعد ما عملتهم كلهم لقيتها التورتيه غامقه قوي، فانا عملت واحده لونها بني عادي زي ما هي من لون الشوكولاته، والتانيه لونتها الوان طعام الذهبي ده بيتباع عند مستلزمات الحلواني برضو. وحطيت واحده وواحده وبعد كده جبت مكسرات. اقول لك بقى الجناب قبل ما الفيديو يخلص، الجناب دي اتعملت قد ايه. الباكو شوكولاته اللي هو سما اللي انا بجيبه قعدت اقطع زي ربعه كده بالسكينه او ابشريه بالمبشره والزقيه بايدك من على الجناب. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده في تورتايه قبل كده، وقعدت اعمله في الجناب كده بايدي لزق لان ايه البتاع متلجه والطريه الكريم جانتيه وده مسك بكل سهوله. يعني انت البشره اللي انت بشرتها هتجيه بسهوله. بصوا بقى دي اللي انا بحطه ده مكسرات. خلاص عين جمل على جوز هند على بتاع فستق ولوز. خلاص شكلتها باي طريقه، انت شكليها باي طريقه، ده ذوق، انت شكليه باي طريقه تعجبك وكده. عايزه اقول لك ان الصوره دي قعدت 3 او 4 ايام في التلاجة ما جرالهاش اي حاجه زي ما هي. طبعا مستخسرين ناكلوها. وكده خلص معانا الفيديو، ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم.